من اكتر الحاجات اللي سالتوني عليها الفتره الاخيره هي فيتامين سي للبشره. معروف طبعا ان فيتامين سي بيحمي بشرتنا من الاكسده، التصبغات بقى والعوامل الصعبه الجميله اللي بتقابل بشرتنا كل يوم، توحيد لون بشره، تصبغات، تجاعيد، نضاره. فيتامين سي للبشره خطير. ده سيرم فيتامين سي اللي بستخدمه لبشرتي. ايه سان موجود في الصيدليات، وممكن كمان تطلبوه من البيج بتاعتهم. وبما اني بحب الناس اللي بتفكر، فانا احترمت جدا المنتج ده علشان حاجه، فيتامين سي من الفيتامينز اللي بتتاثر بسهوله جدا 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 بسبب الضوء وبسبب الحراره. هما بقى عملوا ايه؟ هم عملوا جوه العلبه دي 5 قطرات سيرم، علشان لما نفتح واحده ونستخدمها في اسبوع او 10 ايام يكون السيرم اللي جوه لسه ما بصش. فبما اننا هندفع فلوس يبقى نستفيد، فمش هترمي فلوسك على الارض. يكون موجود جواه 5 قطرات، تاخدي واحده وتخلصيها، وتاخدي الثانيه وتخلصيها، والثالثه، وهكذا وهكذا وهكذا. علشان تلاقي افضل نتيجه بنستخدمه مرتين، مره الصبح ومره بالليل. الصبح ممكن نحطه قبل الساون بلوك عادي جدا، وبالليل قبل ما ننام. التركيز بتاعه ممتاز، وفي كمان هيلورونيك اسيد، وفي كولاجين، فالتجاعيد الخفيفه والتصبغات بتاعه البشره مش تبقى موجوده. واحلى حاجه فيه ان البشره بتتشربه بسرعه، لان هو فيه ناقلات صوديوم بتدخل بسرعه 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 جوه الجلد بتاعنا وبيتشرب، مش هنحس بالتلزيق او الاحساس اللي احنا ما بنحبوش ده. فحبيت اعرفكم ان فيتامين سي بيبوظ بالضوء وبالحراره، علشان ما ترموش فلوسكم على الارض. نختار صح. اي ريكومند اي سان. بس كده.